تنساش وانت بتدعي تقول اللهم بصيرة الطريق وعون الرفيق وزاد الروح وقوة الطموح وتمهيد الدرب وفتح الأبواب وألا نكون عبئا على أحد بك ومنك وإليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا أولى إعدادي، يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. حبايبنا احنا طول الترم منفضين للغة الألمانية، جه الوقت يا بطل اللي احنا نلم الألماني استعدادا لامتحان الترم الثاني. فإن شاء الله بإذن الله أنا عامل لك معسكر مراجعة نهائية لتقفيل اللغة الألمانية بأمر الله. هنسيب لك التفاصيل في الوصف أو في الكومنت، هسيب لك رقم الواتساب للي حابب ينضم معانا في معسكر اللغة الألمانية لأولى إعدادي. إن شاء الله بإذن الله المعسكر ده يا أولاد متكون من 4 محاضرات، شرح وحل امتحانات، حل التقييمات، حل أسئلة الكتب الخارجية إن شاء الله بإذن الله في المعسكر، عشان خاطر طلابنا رايحين الترم ده بإذن الله يقفلوا الألماني. فإن شاء الله بإذن الله اللي حابب ينضم معانا في المعسكر على المنصة بتاعتنا هسيب لك في الوصف كل التفاصيل الخاصة برقم الواتساب. حضرتك بتتواصل، بتاخد الملزمة بتاعتنا الجميلة ونبدأ مع بعض المعسكر بتاعنا. وديت أول محاضرة في المعسكر هتنزل لك على اليوتيوب إن شاء الله حضرتك تشوفها بإذن الله، استعدادا زي ما قلت لك لامتحاننا بتاع الترم الثاني. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنشرح جراماتيك، هنشرح قواعد ونحل على القواعد، وده أول حاجة في المعسكر بتاعنا. خلاص يا شباب، في دعاء كده بنحب نقوله في البداية: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. زي ما قلت لك النهاردة هنبدأ مع بعض أول محاضرات المعسكر في شرح القواعد، والقواعد بتسبب قلق كتير أول طلاب كتير مننا، في طلاب كتير عندهم مشكلة في موضوع القواعد. بأمر الله النهاردة هنسهل لك الدنيا وهقول لك ازاي تحل سؤال الجراماتيك وانت مرتاح، بس بشرط تركز معايا ملزمتك الشقية فاتحها والمحاضرة قدامك، وركز بقى معايا بعقلك شوية، ابعد شوية عن التليفون يا بطل. خلاص جه الوقت بقى اللي احنا نبعد عن السوشيال ميديا ونبعد عن السهر ونبعد عن الخروجات ونركز في مذاكرتنا شوية، وبإذن الله بعد ما تخلص امتحانات يا بطل هتخش على اجازة كبيرة، بعمل اللي انت عايزه. تعالوا مع بعض كده نبدأ بشرح قواعد. وانا هنا في شرح القواعد هحكي لك القواعد على اساس حكايات عشان حضرتك تفهم المعلومة كويس. خلاص طيب، معانا الحكاية الاولى اللي بنتكلم عليها النهاردة حكاية حكاية ادوات. ركز بقى معايا، حكاية ادوات المعرفة. في حكاية عندنا اسمها ادوات معرفة. هتيجي تقول لي بقول لك ايه يا هير، ابدأ بقى معايا كده من اول حاجة خالص وتاتا عشان اكون مركز معاك. اقول لك طيب انت شاطر في العربي ولا لا؟ تقول لي يا هير الحمد لله تمام. اقول لك في حاجه في العربي اسمها الف ولام، صح كده؟ في حاجه اسمها الف ولام. عندنا في الالماني في زيها، بتسمى هنا ادوات المعرفه. بنسميها عندنا يا اولاد ادوات المعرفه اللي هي الالف واللام في اللغه العربيه. فقال لك قال لك عشان اعرف الكلمه دي في الالماني ظروفها يعني مذكر، فقال لك ادي لها الاداه دير، فدير ده بتاع المذكر، أداة معرفة بتاعت الاسم المذكر. قال لك بالنسبة للمحايد هديله دص، يبقى ده المحايد هديله دص عشان يعني أعرف الكلمة. قال لك المؤنث اديله دي، والجمع برضه اديله دي. خلاص يبقى حضرتك عندك كام أداة؟ عندك 4 أدوات معرفة. عندك دير مذكر، بعرف الأداة، يعني لما أقول لك دير كذا فأعرف اللي دي مذكر. عندي دص ده بتاع المحايد، وعندي دي مؤنث، وعندي دي جمع، دي اسمها ادوات معرفه. اديك مثال، لما احب اقول تفاحه دير ابفل، فلما اقول دير ابفل اذا دير ده بتاع المذكر، اذا ابفل اداتها اداتها دير مذكر، بس كده. طيب عايز اقول مثلا كتاب، بص الصفحه الجايه، عايز اقول كتاب فجاه اكتب كده داس داس بوخ، اهو داس بوخ، اذا بوخ اداتها داس، فده كده محايد. يبقى انت كده فهمت موضوع ادوات المعرفه. كل كلمة أو كل اسم في الألماني له أداة. خلاص؟ طيب قال لي طب تعالى نتكلم على حاجة اسمها أدوات النكرة. هتيجي تقول لي يعني إيه أداة نكرة، صح؟ إيه اللي دار في بالك؟ هو يعني إيه نكرة؟ عندك في العربي النكرة الألف واللام شلتهم من الكلمة، بقى ده اسم نكرة. فأنت عندك قال لك يا سيدي أنت لسه من شوية واخد أدوات المعرفة، صح؟ صح يا هير، أهو دير وداس ودي مؤنث ودي الجمع، مظبوط.
بالنسبة لأدوات النكرة بقى، الدير مذكر أداة النكرة بتاعته أين. وأنا قلت لك يعني إيه نكرة، يعني كده معناها من غير الألف واللام. يعني مثلا أجي أقول دير أبفل، ركز معايا بقى الله يكرمك، ها، دير أبفل معناها التفاحة. طب لما أجي أكتب أين أبفل، فده كده معناها تفاحة من غير الألف واللام، أين أبفل. فأنت بتحفظ اللي دير أداة النكرة بتاعتها أين، الجزء اللي هقول لك احفظه تحفظه. فأنت لازم تبقى عارف اللي دير مذكر أداة النكرة بتاعته اسمها أين يا رجالة، خلاص. بالنسبة لدص محايد قال لي أداة النكرة اسمها أين برضه. الحاجات الحفظ أقول لك احفظها. بالنسبة لدي مؤنث قال لك هديلها أداة النكرة أيني. فتعالى خد مثال. أنا مثلا هنا أجي أقول إيه؟ دي بنانا مثلا، أهو موزة، الموزة. طيب أتكلم أقول أيني بنانا، يبقى دي موزة، حذف الألف واللام. أنا بفهمك يعني إيه معرفة، يعني الحاجة دي بتكلم على موزة معرفة بالنسبة لي، موزة معرفة محددة. لكن لما أجي أقول أيني بنانا فهنا موزة أيا كان الموزة. فده يعني معنى المعرفة والنكرة. فأنا بحفظ اللي دير وضص أداة النكرة أين، دي مؤنث أيني. تعالى بقى لدي الجمع بقى، قال لي دي الجمع ما بتاخدش أداة نكرة. بمعنى دي الجمع يا رجالة، يعني أنا عندي كلمة مثلا كندر أهو، كندر يعني أطفال صح؟ وأنا مديك أين ولا أيني، ها، ولا ثلاثة. كندر أداتها إيه؟ ها، أداتها دي جمع، لسه الهير قايل للجمع، لسه مديها له الجمع، ليس له أداة نكرة، ملهوش بقى لا أين ولا أين، يبقى احذفه. يبقى ياخد إيه؟ دغاي، ياخد عدد، ياخد العدد، أو ياخد زيرو، أو ياخد كلمة فيلي، فيلي يعني كتير. إذا الكلمة اللي هتلاقيها جمع عند حضرتك دي مش بدها أداة نكرة، يعني ولا أين ولا أيني، خلاص؟ طيب إحنا ما زلنا بنتكلم على 3 حاجات لسه، ها، هنكتبهم تاني. بنتكلم على أدوات معرفة وأدوات النكرة، نكتبهم تاني. ها، اتعلمنا اللي دير مذكر أداة النكرة أين، اتعلمنا اللي ضص محايد أداة النكرة أين، خدنا اللي دي مؤنث، ها، أداة النكرة أيني صح. خدنا دي الجمع اهو، نكتب تحتها جمع ما بتاخدش حاجه اهو. يبقى انت فهمت يعني ايه معرفه ويعني ايه نكره. يجي يقول لك طب تعالى ننفي، تعالى ننفي ادوات النكره. يعني انا مثلا في مثال عندي بيقول لك ايه، ركز معايا. بيقول لي is das اهو، is das ein Apfel. طبعا لازم تبقى عارف ان السؤال ده بادئ بايه، ist ده فعل. فالسؤال البادئ بالفعل عندنا في الالماني، السؤال لما يبقى بادئ بالفعل انا بجاوب عليه بايه؟ قال لي بجاوب عليه بيا صح، او ناين اللي هي نعم او لا. يا يعني نعم وناين يعني لا. يبقى تاني المعلومه اللي بقولها دلوقتي هشرحها لك كمان شويه. اي سؤال بادئ بفعل في الالماني بنجاوب عليه بحاجتين، لا اما يا في الاثبات لا اما ناين في النفي. طيب انا بعمل عمليه مقص كده، يعني اكمل بقى الجمله اقول له ده سيست وبعدين اين ابفل صح، صح هي ايوه انها تفاح. طب في لا بقى ناين، اجي اقول داس ايست. بص بقى، قال لي اين هنا اداه نكره، في النفي بزود لها كا تبقى اسمها كاين ابفل. لما اقول كاين ابفل، كاين دي اداه نفي يبقى مش تفاح. يبقى اذا دلوقتي هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على ادوات النفي بقى يا رجاله. يعني بعد ما عرفت ادوات النكره اللي هي اين بتاع المذكر، اين بتاع المحايد، ايني بتاع المؤنث الجمع ملوش حاجه. تعال شوف ادوات النفي. عشان انفي الاين قال لي يزود قا بقت اسمها قاين، ده نفي دلوقتي. عشان انفي اين ده بتاع المحايد اسمها قاين برضه. طب الاين احنا اتفقنا بقى بنزود قا، شفت بديك القاعده ببساطه اهو. عشان اجيب النفي قال لي زود حرف القا، هنا قايني. طب بالنسبه للجمع قال لي اديله قايني، هو اي ملهوش اداه نكره لكن في النفي ياخد قايني. يبقى احنا اتكلمنا على ادوات المعرفه، ادوات النكره، ادوات النفي. هتقول لي تاني ادوات النفي برضه لسه مش ظابطه معايا، هقول لك تعالى ناخد مثال مع بعض. اجي اسالك سؤال اقول لك ايه، ايست داس مثلا اين ها بوخ. اول حاجه ترجم معايا السؤال كده واحده واحده. السؤال ده هو هير بادئ بفعل، اقول لك برافو، ايست ده فعل. فالسؤال اللي بادئ بالفعل في الالماني بنجاوب عليه يا هير لا اما بيا لا اما بناين، اقول لك برافو. طب وبعدين بنعمل يا هير عمليه مقص كده، ايست داس تنزل تحت ايه؟
اقول das ist ein اهو بوخ، لان ده مثبت يعني ايوه ده كتاب، ايوه انه كتاب. طب في ناين بقى قال لي هقول das ist واروح لاين، اقول اين في النفي بقى لما احب انفيها تبقى ايه؟ قاين. ما الهير قال لي زود قا، اسمها ايه؟ قاين بوخ. ده معناها كده لا ده مش كتاب. فانت كده فهمت موضوع ادوات النكره والنفي. خلاص فهمت ادوات النكره والنفي، وناخد عليها مثال كمان. تعال ناخد مثال كمان يا شباب. عندك هنا في المثال بيقول لك ايه؟ بيقول لي ist das ein اهو Bleistift. كلمة Bleistift بالمناسبة معناها قلم رصاص. خلاص، وانت عندك اهو ein اهو اداة الايه؟ النكرة. خلينا نشوف النفي هنفي ازاي. هقول ناين واجي اعمل عملية مقص كده، اقول ايه؟ das ist وانفي الاين. ما الاين ده نكره يا اولاد. انا بسالك سؤال، هو ده قلم بالعربي؟ انا بسالك هو ده قلم، ترد تقول لي لا ده مش قلم. فعايزين نقولها بالالماني. قال لي اين النفي تبقى اسمها قاين اهو، كل اللي عملته زودت قا. قاين ايه؟ بلايشتيفت، بس كده. يعني لا ده مش قلم، يبقى قاين بلايشتيفت. اذا احنا اتعلمنا مع بعض من شويه يعني ايه ادوات معرفه، ويعني ايه ادوات نكره، ويعني ايه ادوات نفي. عشان كده اهم حاجه وانت شغال معايا في الكورس بتاع المعسكر لازم تحفظ كلمات بادوات. دي معلومه هي لازم تاخد بالك منها. يعني مبدئيا اهو، سواء انت جاي من اليوتيوب او معايا على المنصه، حبيب قلبي مهم حفظ الكلمات بالادوات. مهم قوي حته الادوات، كل كلمه لها اداه لازم احفظها. ما ينفعش ابقى رايح امتحان الماني في اولى او تانية او تالتة او ان شاء الله ثانوي عام لو كملت ومش عارف ادوات بكلمات. هي اكتر حاجه في اللغه مقيده شويه اللي انت لازم تحفظ الكلمه بالاداه بتاعتها. خلاص، عشان كده بيجي له طلاب في تانية اعدادي وثالثه اعدادي يقول لك اهي في قواعد معينه ما بعرفش احلها. فعايزك بقى تفهمني في الكلام. في قواعد مرتبطه بحته اداه الكلمه ايه؟ الاداه، يعني الكلمه دي اداتها دير ولا ضاس ولا دي، عشان اعرف احل. فمن هنا بيجي الصعوبه. خدت بالك؟ فانا من دلوقتي وانا لسه في اولى اعدادي احفظ كلمات بادوات. الموضوع ده هيخدمك في تانية اعدادي وفي تالتة اعدادي، هتلاقي نفسك مرتاح كويس في القواعد. فكل كلمة لها اداة، لازم حضرتك لازم تحفظ الاداة. وعشان كده هتلاقيني مع خطة او معسكر الانقاذ اللي احنا عاملينه على المنصة، هتلاقي عامل لك فيديو خاص بموضوع الكلمات. يعني في فيديو كده خاص مجمع لك اهم كلمات المنهج ومقسمهم دير وداس ودي والافعال، عشان ده هتحفظه. الفيديو ده هخليه لوحده، مش هخليه هنا. ليه؟ لان يبقى لوحده يبقى ربع ساعة نص ساعة، ده بقى تقعد تكرره لحد يوم الامتحان. طول ما انت بتذاكر الماني، لو عايز نصيحة مني احفظ كلمات بادوات، هي دي النصيحة. الجراماتيك وكل الكلام ده ان شاء الله في المعسكر اللي احنا عاملينه هتلاقي الدنيا كويسة، والمحادثات يا سيدي وكل ده. لكن حتة الاداة بتاعة الكلمة مش هعرف اخدمك فيها، انت لازم تحفظ الكلمات دي. فعشان كده زي ما قلت لك هتلاقي في المعسكر بتاعنا على المنصة عاملين شرح لكلمات المنهج مع النطق ومفصصينها حته حته، وكل الكلام ده طبعا في الملزمه. خلاص، فاحنا كده ايه؟ شرحنا اول تريكايه كده حابين نتكلم عليها. طيب هاخدك لحته تانية او هاخدك لمعلومه تانية، وشوف بقى المعلومه اللي هنتكلم فيها دلوقتي ايه ديت. قال لي اكيد حضرتك طبعا عارف الضمائر الشخصيه، خدتها؟ طب ما خدتهاش هقولها لك تاني. الضمائر الشخصيه في الالماني انا عندي الضمير ده اسمه ايه؟ ايش يعني انا. لما اتكلم على حاجه، لما اتكلم على نفسي، يعني مثلا اقول ايه؟ ايش بن علي. معنى الجمله ايه؟ انا اكون علي. او اقول ايش فوني، انا بسكن ان كايرو. ادي ايش، ادي ايش انا حاجه انا بقى بتكلم على نفسي. طيب الضمير التاني اللي احنا درسناه اسمه دو. خلاص، اجي اسالك اقول لك ايه؟ woher kommst woher kommst du woher kommst du. السؤال اهو woher kommst du، دو يعني انت، بسالك انت. طيب دي اسمهم ايه؟ ضمائر شخصيه. قال لي خد بالك بقى لما احب اديك حاجه اسمها ادوات ملكيه. ويعني ايه ادوات ملكيه بالعربي؟ يعني اجي اتكلم اقول ايه؟ دي كوبايتي، ده ايبادي، ده مصحفي، ده قلمي، ده اداتي الملكيه. قال لي انا عنده الضمير ايش بيعمل اداتين ملكيتين. ركز بقى، ايش يعني انا، اداه الملكيه منه اسمها ماين او
مايني. اسمها ايه يا رجاله؟ ها، الايه بيعمل اداتين ملكيتين، لا اما ماين لا اما ايه؟ مايني. خلاص طيب. تيجي تقول لي هو انا يا هير امتى اختار ماين وامتى اختار مايني؟ صح؟ ما هي ماين ومايني جايين من ايه؟ من ايش انا. قال لي هختار ماين لو الكلمه اللي عندي اداتها دير مذكر او ضس محايد. ركز للكلام. ماين هستخدمها لو الكلمة اللي عندي أداتها دير مذكر أو ضس محايد. طيب بالنسبة لمايني، ها، قال لي بالنسبة لمايني كأداة ملكية اللي آخرها إيه ده أهي، قال لي تيجي مع الكلمة اللي أداتها دي مؤنث أو دي إيه؟ دي الجمع. تعال أديك مثال عشان ما تتوهش. أنا هنا حاطط نقط وكاتب هنا كلمة فاتر. ها، لو بديك اختيارات وقايل لك ماين ولا مايني، الاول بشوف فاتر. فاتر اداته ايه؟ دير مذكر، اذا دير مذكر يبقى هنا ماين. طب لما اقول نقط وكاتب هنا موتر، موتر اداتها دي مؤنث، ها، فالدي مؤنث تاخد ايه؟ مايني. يبقى انت كده فهمت حته اداه الملكيه امتى اختارها. خلاص يا شباب. طيب تعال اديك مثال على دو. احنا اتكلمنا على الضمير دو. ها، دو يعني انت. قال لي اداه الملكيه بتاعته لا اما داين لا اما دايني، حاجه تخصك انت بقى. خلاص. طيب لما اجي اقول لك يعني هو ده كتابك، هو ده شنطتك، وهكذا. طب امتى اقول داين وامتى استخدم دايني؟ قال لي استخدم اداه الملكيه داين ده اهي لو الكلمه برضو اللي عند حضرتك لا اما دير لا اما داس. شفت موضوع بقى حفظ الكلمات مهم ازاي؟ لو انا مش عارف حفظ الاداه هتلخبط في القاعده دي. يعني مثلا اجي اسالك اقول لك is das مثلا اهو داين بوخ. هنا السؤال ايه؟ ليه استخدم داين؟ عشان بوخ ده اهي اداتها ضص محايد، عشان كده استخدم داين. خلاص. طيب امتى يقول دايني اللي اخرها ايه؟ قال لي لو اداتها دي مؤنث او دي الجمع. خلاص ركز للكلام اللي انا بقوله، لا اما دي مؤنث او دي ايه؟ دي الجمع. فتعالى خد مثال. يجي يقول لك is das مثلا دايني اهو موتر. هي دي مامتك؟ ليه قال دايني؟ ليه اختار اداه الملكيه اللي اخرها ايه؟ هتقول لي عشان موتر يهير اداتها دي مؤنث، عشان كده قال ايه؟ دايني. خلاص، عشان موتر اداتها يا اولاد دي مؤنث. خلاص. طيب الحته اللي انا عايزك تعرفها، لو انا عندي سؤال في داين في السؤال ففي الاجابه بتتحول لماين. خلاص. ولو عندي دايني في الإجابة تبقى مايني. دي حاجة لازم تكون عارفها. يعني مثلا أجي أقول لك إيه؟ is das ها داين فاتر. السؤال معناه هو ده باباك؟ أدي داين في السؤال، هل ده باباك أنت؟ فأنت لما تيجي ترد تقول لي يا das ist أهو داين بقى في الإجابة تبقى ماين. احفظ التركية دي كويس. ماين فاتر، أيوة ده والدي. يبقى إذا لو عنده داين في السؤال تتحول في الإجابة الماين، عندي دايني تبقى مايني. ده في السؤال والإجابة. خلاص. خلصنا كده القاعدة التانية اللي هي أدوات الإيه؟ الملكية. طبعا في الآخر إحنا هنحل قواعد مع بعض، يعني أنا هشرح لك الأول أفصص لك الدنيا وبعد كده مش هسيب حضرتك، إحنا هنخش نحل مع بعض دلوقتي. وأهم أسئلة هجيبها لك جاية من التقييمات ومن امتحان الشهور بإذن الله. مش هتروح الامتحان تلاقي حاجة جالك من بره، هتلاقي من نفس اللي إحنا حلينه مع بعض في المحاضرة بتاعت النهاردة. فعايزك تركز معايا. خلاص. طيب بعد كده عايز اخدك لحته تانية، جراماتيك تاني، وهو ايه؟ وهو الضمير ايه هو، وعندي ضمير زي هي. خلاص. طيب الايه ده بتاع ايه؟ قال لي هو بتاع المذكر. يعني لما اجي اقول داس ايست علي بقول ايه؟ انه يكون علي، فانا بتكلم على علي. فعشان ما اكررش علي تاني فاقوم معوض على علي بايه هو. اقول ايه فونت مثلا ان مثلا كايرو، هو بيعيش في القاهرة، يبقى الايه بتاع المذكر. طب زي بتاع المؤنث لما اقول مثلا ايه، وليكن هنكتب المثال ده مع بعض. ها، اقول ايه؟ داس ايست انها تكون آية. فعشان ما اتكلمش على آية تاني او استخدم آية تاني فاستخدم الضمير زي بقى. يعني مش كل شويه اقعد اقول آية، فاعوض عنها بالضمير الشخصي زي هي. هي جاية قمت مثلا اوس ها سوهاج مثلا يعني.
يبقى انت اتعرفت هنا على ضميرين اتنين جداد، غير بقى ايه؟ غير الايش، غير الايش. طبعا انت عارف الايش انا، والدو انت. خدت بقى الايه هو، والزي ايه هي بتاع الاسم المؤنث. سهله. يبقى انت عندك ضميرين بنعوض عنهم بالايه، بنعوض بالاسم المذكر. لما يجي يقول لي احمد، يقول لي علي، يقول لي تيمو، فاقول ايه؟ ايه هو. اي اسم مؤنث يبقى زي هي. خد بالك، يعني انا مثلا برضو لو انا بتكلم على ماين فاتر اهو، ماين فاتر ده ايه؟ ده والدي. فاتر يعني والد، ابويا. اعوض على الفاتر بايه؟ على الاب. هو، ما هو اسم مذكر. خلاص. طب لو بتكلم على مايني موتر، مامتي. موتر يعني ام. الكلام ده في العيله. وطبعا قلت لك الاسره والارقام والكلمات هتلاقيها في المحاضره الاولى في المعسكر بتاعنا، شارحين العيله وشارحين الاعداد وشارحين الكلمات بتاع المنهج والافعال. كل ده في المحاضره الاولى. الحصه ديت خاصه اكتر بموضوع القواعد بتاعه المنهج ونحل عليه. طيب ماين موتر يعني مامتي، هتعوض على مامتي بايه؟ بزي هي. عشان تبقى فاهم، محدش يقول لي ماين موتر يعني ايش انا. هو انا مالي؟ ده انا بتكلم على مامتي. لما احب اعوض على ماما يبقى زي هي، مش انا. خلاص. بتكلم على والدي يبقى ايه هو. يبقى انا هنا عرفت اعوض عنهم بانهي ضمير. خلاص. طيب ليه بيديني الايروز دي؟ عشان يدخلك بقى في ايه؟ في حكايه جديده من حكاياتنا النهارده، وهي تصريف الافعال يا بطل. تصريف الافعال. خد بالك ده حاجات قديمه بتاعت الترم الاول. في تصريف الافعال المنتظمه خلاص بنعمل ايه؟ هتقول لي هنا انا مش فاكر. اقول لك ماشي، انا جاي النهارده عشان افكرك. انا عندي في تصريف الافعال المنتظمه ده هي الافعال في المصدر الاول اخرها ايه؟ ان يا هير. اقول لك مظبوط كده، انت مركز معانا. الافعال في المصدر نهايتها ان. زي هير الفعل قومن. خدت الترم الاول قومن. قومن معناه ياتي. ده فعل كده في المصدر عشان اخره ايه؟ ان. تيجي بقى واحد كان شاطر في الترم الاول يقول لي انا كنت بعمل خطوتين. حضرتك هنا عمال تشرح لي في الترم الاول تقول لي خطوتين اتنين بس عشان اصرف الفعل. خطوتين اتنين يا اولاد، ايه هما؟ قال لي بحذف الاي ان اهوت يا هير. حذفنا الاي ان. اتفضل عند حضرتك ايه؟ قم. صح. قال لي تاني خطوه يا هير كنت اضيف النهايات. اضيف الايه يا شباب؟ النهايات. طيب الايش هياخد النهايه ايه؟ فاقول ايش قومي. ده تصريف الافعال. مع الدو كنت بحط اس تي يبقى قمست. هو ده تصريف الافعال. بحذف الاي ام واقوم حاطط النهايات بتاعتي. الايش بتاخد ايه والدو اس تي. طب لما نيجي نكمل بقى ونزود الجديد بتاعنا اللي هم الضمير ايه هو وزي هي، قال لي دول بياخدوا تي، بياخدوا النهايه تي اهو. يبقى ده الجديد بقى. الايه والزي. ايه هو وعرفنا امتى بعوض عنه؟ بالاسم المذكر. زي هي امتى اعوض عنها؟ لما يكون اسم مؤنث. بالنسبه في تصريف الافعال الايه والزي بياخدوا النهايه تي. يبقى اذا الجزء القديم بتاع الترم الاول عدنا عليه اللي هو تصريف الافعال، وحطينا عليه الجزء الجديد. تعال اديك مثال تاني برضو. انا عندي فعل زي فونن. ادي فعل في المصدر كده. في المصدر معناه يعيش. ركز بقى معايا الله يكرمك. فونن فعل في المصدر، عايز اصرفه. احنا عندنا التصريف بالذات الافعال المنتظمه الموضوع سهل جدا. بشيل الاي ان اهو. اتفضل عندك فون. تاني خطوه بقى اقوم حاطط النهايات يا اولاد. بص الايش بتاخد ايه اهو. فوني. ادي الايه. يبقى الايش نهايتها ايه. لما نيجي نبص على الدو هتقول لي النهايه بتاعت الدو اس تي. فونست اهو. يبقى الدو نهايتها اس تي. بالنسبه للايه هو والزي هي مالهم؟ قال لي النهايه بتاعتها ايه؟ تي. يبقى فونت. يبقى ده الجديد بقى. الجديد النهارده عايز يقول لي الايه والزي اللي هو وهي بياخدوا النهايه ايه؟ تي في تصريف الفعل. في تصريف الفعل بيبقى نهايتها تي. خلاص. ادي يا سيدي موضوع تصريف الافعال الترم الاول، وضمينا عليه الجزء الجديد. وطبعا انت عارف ان كل قاعده لها شواذ او فيها تركايه. زي ايه؟ ركز معايا عشان انا بعيد لك الحاجات بتاعت الترمين على بعض. يعني انا عندي فعل زي هايسن. ادي الفعل هايسن معناه يسمى. صح. انا شلت الاي ان. اتفضل عندك هايس كده. قال لك ايه؟ قال لك لو انتهى اصل الفعل
يعني ايه اصل الفعل؟ يعني حذفت الاي ان من الفعل وتفضل عندك حرف الاس او الاس تست. ماله؟ قال لك مع الدو مش هضيف اس تي، امال هضيف ايه؟ هضيف تي بس كده، يبقى هايست كده. هو مش الدو بياخد النهايه اس تي؟ بس هنا عشان ده هو يا ولاد الحرف اللي انا بعلم عليه ده هو اصلا ده هو اس ست، يعني اساسه 2 اس. فقال لك يعني كمان هضيف، اذا كانوا هم عملوا الحرف ده عشان ما اكتبش الاتنين اس، فهزود كمان اس. لا، قال لك في الحاله دي بس مع الدو يا باشا حط تي بس، يبقى اسمه كده هايست زي ما انت شايف. يبقى مع الدو ما خدش اس تي، خد تي بس المفروض. خلاص؟ طيب تعالى الفكره تانية. ايه هي؟ اقول لك تعال نتكلم على الفعل ليزن اهو، والفعل زين. ركز بقى في الحاجات دي عشان دي حاجات هتتغير دلوقتي. اول حاجه هنا يا اولاد لازم احفظ الفعلين دول عشان مهمين جدا. ليزن معناه يقرا، زين معناه يرى. خلاص؟ ليزن ايه؟ يقرا. ليزن يقرا، زين يرى، زين يرى، ليزن يقرا. واحد يقرا واحد يرى. مالهم؟ قال لك الفعلين دول حددتهم كالاتي. الايه ده اهي، هغير الخط عشان تاخد بالك. الايه اللي انا بعلم عليها بالاحمر ده اهي مالها؟ قال لي الايه ده اهي بشيلها واحط مكانها اي اي. بقولها بالانجليزي عشان ما تنساهاش، عشان يسالك عليها في الامتحان. الايه هنشيلها ونحط ايه؟ اي اي. لما هصرفه مع الضمير دو، لما هاجي اصرف مع الدو او الا والزي اللي هو معناه هو وهي اللي احنا خدناهم النهارده. تعال نشوف الكلام ده عملي. ادي الضمير ايش عاد. الايش انا بحذف الاي ام وهضيف النهايه، يعني يبقى هنا ليزي وهنا ايه؟ زي. صح كده؟ ما فيهاش مشكله. لما اجي بقى مع الدو هيبقى فيها مشكله. ليه؟ لان الايه هتتشال وهزود اي اي كده واحط الاس تي، يبقى ليست كده. شفت التصريف؟ يبقى هنا في فكره لازم اعرفها، لازم اذاكرها، اللي هو في ليزن وزين. الفعلين دول فيهم تركايه يا اولاد. الايه بشيلها وهحط اي اي لما هاجي اصرفه مع الدو، يعني هنا يبقى كده. بص، زي هست وازود الاس تي بس، يعني انا غيرت حاجه والنهايه بتاعتي زي ما هي. لما هاجي اصرفه مع الايه هو والزي هي نفس الكلام، ليست كده. بص، وهنا يبقى ايه؟ زيت كده اخرها تي. الايش انها يا اولاد وحطينا اي اي والنهايات بتاعتي زي ما هي. فهمتها؟ ليه؟ لان مثلا في الامتحان بتاع اخر السنه يجي يقول لي علي وليكن نقط جيرن مثلا بوشر. بوشر يعني كتب. فتلاقيه هنا في الاختيارات كاتب لي كده ليست ولا ليست ولا ليزن ولا مثلا ليزي. هو بيسألك على تصريف الافعال. انا اول حاجه بتكلم على مين؟ على علي. يعني ايه هو؟ صح. اجي بقى اقول لنفسي خد بالك الفعل ليزن ده اهو، الايه ده هي بتتشال ونحط مكانها اي اي مع الدو والا والزي. يعني التصريف الصح هنا ده اهو ليست، ده هو اللي فيه الاي اي. ليه؟ لان الايه بتتشال ويحط مكانها ايه؟ اي اي مع الدو والاير والزي. فليزن وزين هنا لازم احفظ تصريفاتهم كويس او اعرف فكرتهم. تعال ناخد مثال تاني. تلاقي هنا بيقول لي ايه؟ مثلا مايني موتا. مايني موتا نقط، وبعدين يقول لي جيرن مثلا اكاتسيون فيلم. اكاتسيون فيلم يعني فيلم اكشن. هنا مديني في الاختيارات زيت كده وزي وزيت. المفروض الاول بتعامل ازاي؟ ماين موتر مامتي، يعني الاول هعوض عنها بالضمير الشخصي زي هي. اقول لك صح. تقول لي لنفسك بقى الفعل زين الايه ده اهي الهير قلب تتحول لاي اي مع الدو والاير والزي. اذا هنا هتتغير، يبقى ده اهو الصح زيد ده اهو مش ده. يبقى مهم هنا اكون عارف فكره الفعل ليزن وزين. تاني هكتبهم تاني. ادي ليزن وادي زين. كل المطلوب منك ايه يا حبيب قلبي؟ ده فعل معناه يقرا وده فعل معناه يرى. كل المطلوب اللي انا بعرف اللي الايه ده اهي بشيلها وهحط مكانها اي اي لما هصرفه مع الدو اهو او الاي والزي. بس ده المطلوب مني، بس ده المطلوب من اعرف التركايه بتاعته. يبقى انا عرفت ليزن وزين. طيب ايه تاني؟
قال لي خد بالك عندي فعل اسمه سبريشن واخده الترم الاول، معناه يتحدث، ده فعل برضه فيه تركية بتحصل فيه. قال لي وزيه فعل اسمه اسن، اسن معناه يأكل. دول فعلين برضه فيهم تركية هنتكلم عليهم. خلاص يا شباب، ده طبعا افعال خدناها قبل كده، خصوصا الفعل سبريشن. سبريشن ده من الترم الاول هنعيد عليه طبعا هنا. سبريشن ده يا حبيب قلبي فكرته ايه او قاعدته ايه؟ بيقول لك اللي حرف الايه ده اهو انا بشيله واحط مكانه اي، بقول اي عشان ما تنساهوش، لكن النطق بتاعه الصح اي، لكن بنطقه انجليزي عشان ما تنساهوش، اسمه ايه؟ اي. يبقى سبريشن الايه بتتحول لاي مع ايه بقى؟ قال لي لما هاجي اصرفه مع الدو او الايه والزي. نفس الكلام اسن، بس الايه ده هي اللي بتتغير، اسن ياكل ده فعل في المصدر، الايه هتتشال ونحط مكانها برضو اي مع ده همت لما هاجي اصرفه يعني يا رجاله مع الدو والايه والزي. تعال نشوف الكلام ده. طيب تعال نشوف الاول الفعل سبريشن، واحده واحده يا هير عليا. ماشي حاضر، ادي سبريشن يتحدث. الافعال اللي فيها تريكات يا اولاد احنا لازم نحفظها مع بعض. خلاص احنا قلنا الايه بتتشال ويتحط اي مع الدو او الايه والزي، يعني كده لما اجي اصرفه مع الايش فالايش سهل، بشيل الايه ان اهو وياخد النهايه ايه، يبقى سبريشي. لما اجي اصرف مع الدو اهو اخد بالي بقى من التركايه، الايه اتحولت لاي والنهايه اهو اس تي، صح كده؟ صح. نفس الكلام او نفس التغيير هيحصل مع دول، مع الايه هو والزي هي، يبقى شبريشت بالاي والنهايه بتاعته تي. خلاص ادي الفعل شبريشن، ده فعل قديم وعدنا عليه. تعال نشوف تصريف اسن. ادي اسن ياكل، ها احنا قايلين ايه؟ الايه ده اهي هتتشال ونحط مكانها اي مع الدو والاي والزي لما اجي اصرفه يعني مع دول يا رجال. فلما اجي اصرف مع الايش هيبقى عادي اس، شلت الاي ان وحطيت النهايه ايه، مع الدو هيبقى ايه؟ بص كده ايست كده، ايست كده. نفس الكلام مع الاي والزي هيبقى ايه؟ ايست كده. عارف ليه؟ لان هو مع الدو اصلا ما خدش اس تي، ده مع الدو خد تي بس. الاتنين اس دول في اساس الفعل. ليه؟ لان لسه قايلين لو انتهى اصل الفعل بحرف ده اس 6 او الاس فبياخد تي. هنا برضو الاي والزي است بالاي، يعني الدو والاي والزي هتلاقي تصريفهم است بالاي. خلاص عشان طبعا بيسالك عليه، يعني يجي يكتب لك كده. بص هديك مثال وركز معايا. يجي يقول لي هنا ايه؟ بص يا سيدي، يجي يقول لي ماين برودر اهو، ادي مثال، ادي جمله برودر يعني اخ، نقط جوت مثلا ها دويتش. فيجي في الاختيارات يقول لك كده شبريشت كده ولا شبريشت كده بالاي. هنا بقى الطالب المخضرم يجي يقول لك اخويا، يعني بعوض على اخويا ده هو بايه هو، فالاير بيحصل فيه تغيير مع الفعل شبريشن يا هير، صح؟ الايه بتتحول لاي، يبقى الاختيار الصح ده مش ده. يبقى انا فاهم تريكات الافعال دي بقى، شبريشن واسم. الايه يا باشا بتتشال ونحط مكانها اي، خدت بال حضرتك؟ طب هديك مثال تاني. يجي يقول لي مثلا ايه؟ علي نقط جيرن مثلا اهو فيش سمك. هنا ايست كده، ايست كده ولا است كده؟ الطالب الناصح والمخضرم والمركز معاه في الحصه يقول لي علي، يعني هعوض على الواد علي ده بهو. يجي يقول يا هير اسن الاي بتتحول لاي مع الدو والاي والزي، يبقى ده هيحصل فيه تغيير، يبقى ده هو الاختيار الصح. فهمت؟ يعني تصريف الافعال المنتظمه اللي قلناه فوق يا اولاد سهل، بحذف الايه ان حبيب قلبي واحط النهايات. لكن اتكلمنا على ليزن وزين فكرتهم واحده فاحفظهم مع بعض. اشبريشن واسن بيحصل فيه تغيير برضه وفهمناه. ده كله ليه؟ عشان هاخدك في الاخر في النهايه للافعال الخاصه اللي انا لازم احفظها بقى. في افعال لازم احفظها، اللي فوق ده في تريكات وانا خدت بالي منها. طيب الافعال الخاصه منها الفعل زين. هو انت فاكر زين يعني ايه؟ زين يعني يكون، ده فعل شاذ خاص مالوش دعوه بالقاعده، ما بياخدش لا نهايات ولا بتاع، ده هو اسمه زين كفعل في المصدر. التصريف مع الايش ها اسمه بن، انا اكون. التصريف مع الدو اسمه ايه؟ بيست. ها الكلام ده قديم، يعني ايش بن ودو بيست ده بتاع الترم الاول. تعالى بقى نشوف الضميرين الجداد، اير هو وزي هي.
تصريفه هيبقى ايست، يبقى ده فعل خاص احفظ تصريفه. زين يكون ايش بن دو بيست وزي ايست. تاني الا والزي الجداد علينا النهارده تصريفه ايست. في فعل تاني عايزك تاخد بالك منه اللي هو الفعل مشتن. مشتن ده معناه يريد، معناه انا عايز يعني. خلاص انا هتكلم فيه لان في فكرتين اتنين هقولهم لك. اول حاجه التصريف بتاعه كده، الايش والا والزي تصريفهم كده يا رجاله مشتي كده، مشتي كده. يعني الار والزي اصلا كانت بتاخد تي، هنا مش هياخد تي، ده هيبقى زي الايش، فعشان كده جمعته لك مع الايش. يبقى وانا بذاكره الايش والا والزي مشتي. طب بالنسبه للدو بقى سهل، مشتست، مشتست اهو اس تي. يبقى ده فكرته، بس للآ والزي تصريفه زي الايش. زين ومشتن افعال خاصه، يبقى ده مشتن من حيث التصريف. طب الفكره الثانيه قال لك ايه؟ قال لي خد بالك، هكتبها في الصفحه الجديده. قال لي خد بالك اللي الفعل مشتن ده اهو معناه انا عايز. يعني اجي اقول لك ايه؟ ايش مشتي، صح؟ ايش مشتي، ايش مشتي يعني انا اريد. اريد ايه بقى؟ قال لي مشتن ده فعل مساعد. يعني ايه فعل مساعد؟ يعني مش هيجي لوحده، لازم لو شفت مشتي لازم يجي فعل معاه، فعل كمان معاه، والفعل اللي هيجي معاه ده هيكون في المصدر، يعني اخره ايه ان. يعني افهمني، انا لما اقول لك ايش مشتي انا عايز، انت اكيد هتقول لي عايز ايه، صح؟ فمشتي لوحده كفعل مش هيدي معنى للجمله، فعشان كده بنسميه عندنا في الالمان ان شاء الله لما تخشوا تانية وتالتة اعدادي هتعرفوا اللي مشتن ده بنسميه فعل ناقص، يعني مش بيسد لوحده في الجمله. فعشان كده بنقول هو بيجي فعل معاه لازم اجيب فعل تاني. ما هو انا لما اقول لك ايش مشتي انا عايز، هتقول لي عايز ايه؟ اجي اقول لك مثلا عايز فوسبال مثلا كرة قدم، وبعدين شبيلن. انا عايزك تبص على الفعل شبيلن كده، فعل ماله في المصدر اخره ايه؟ انه. ليه؟ مشتي اتصرف مع الايش، صح؟ ما هي مشتي متصرفه مع ايش انا، لكن الفعل التاني ده بيبقى في المصدر يا رجاله. انا عايز العب كرة قدم، يبقى الفعل التاني الفكره بتاعته اللي هيبقى في المصدر. يعني مثلا اجي اقول لك انا عايز اقرا مثلا، يبقى تيجي تقول لي ايش مشتي، ادي مشتي اهو متصرف مع الايش. الفعل التاني زي يقرأ لازم هجيبه في المصدر. يبقى انت لو لمحت في الامتحان بتاعك الفعل مشتي تعرف ان الفعل التاني لازم يبقى في المصدر، يعني اخره ايه ان. والكلام ده طبعا هنحل عليه كتير، بس انا بفهمك. واحد تاني يقول ايه؟ ايش مشتي مثلا عايز انام، يبقى الفعل ينام هيجي في المصدر شلافن اهو، شلافن يعني ينام. ادي مشتي متصرف وادي الفعل في المصدر. يبقى انت فهمت فكرة مشتي بيحتاج لفعل فين؟ في المصدر. مشتي مش هيجي لوحده، مشتي معناه يريد او عايز، يبقى لازم يجيب فعل تاني معاه. خلاص؟ يبقى احنا كده شرحنا الضمائر الشخصية، امتى اقول ايه هو، وامتى اقول زي هي، وامتى اقول الاداة الملكية ماين ومايني او داين ودايني. واتكلمنا دلوقتي على تصريف الافعال، سواء الافعال المنتظمه، الافعال اللي بيحصل فيها تغييرات لازم اذاكرها، واخر حاجه الافعال الخاصه اللي انا لازم بقى احفظها زي زين ومشتي. خلاص؟ يعني خليني اديك مثلا تدريب على مشتي كده. يجي يقول لك ايه؟ يجي يكتب لي هنا يقول لي مثلا اليكا اهو ماشي نقط، مثلا جير مثلا فيش اسن، فيجي في الاختيارات يقول لي مشتت، مشتت ولا مشتي. خد بالك بقى، الطالب اللي هو مش عارف مشتن كويس هيجي يقول إليكا ده اسم مؤنث يعني زي هي، فهيقول لك زي هي يا حبيب قلبي بيبقى النهايه بتاعتها تي، فيجي يقول لي مشتت. غلط هنا. ليه؟ هو صح كجراماتيك اللي الاروز دي بتبقى النهايه بتاعتهم تي، بس احنا اتكلمنا في اخر حاجه قلنا مشتن ده فعل خاص، الايش والا والزي منه تصريفه ايه على طول؟ مشتي. فاهمني؟ يعني في الافعال المنتظمه فعلا الا والزي بياخد النهايه تي في التصريف الافعال العاديه، لكن في مشتن ده يا باشا ده فعل خاص. وبقول لك ايه؟ بنسبه 100% هيسالك عليه في الامتحان لان هو شاذ، فالطلاب كلها بتغلط فيه. فاحفظ تاني اللي الايش بتاعته والا والزي بتاع مشتن تصريفه مشتي على طول. يقول لي بقى احمد يبقى مشتي،
يقول لي ماين فاتر والدي مشتي، اي اسم مذكر اي اسم مؤنث يبقى الفعل ده مشتي اخره ايه، لان ده فعل خاص يا رجاله. الحاجات الشواذة او الخاصه ده بيسالك عليها كتير في الامتحان. خلاص طيب نخش على حاجه تانية. ايه هي؟ هتكلم معاك دلوقتي على حته تكوين السؤال. تكوين السؤال، انا لما احب اكون سؤال في اللغه الالمانيه اكونه ازاي؟ انا عندي في الاسئله عندي سؤال بادئ باداه استفهام، خلاص ركز بقى، او سؤال بادئ بفعل. خد بالك عشان الحاجات ديت في طلاب بتغلط فيها، خصوصا في حته المحادثه، ما يعرفش يكون سؤال في المحادثات. احنا عندنا السؤال في اللغه الالمانيه يا رجاله منقسم لحاجتين، ايه هما يا هير؟ لا اما سؤال بجيبه بيكون بادئ باداه استفهام، لا اما سؤال بادئ بفعل. خليني الاول اتكلم معاك على السؤال لما يكون بادئ باداه استفهام. خلاص نبدا الاول بالجزء ده. ادوات الاستفهام عندك في الالماني بتبدا بالحرف ده اللي هو الحرف في. زي ايه؟ عندك اداه استفهام مثلا في اهو، معناها كيف او ما. طيب هو السؤال بيتكون ازاي بقى في ادوات الاستفهام؟ قال لي بجيب اداه استفهام، ركز معايا الكلام ده، يبقى ببدا باداه استفهام وفعل رقم 2 وبعدين باقي الجمله. يبقى عشان اكون سؤال بجيب اداه استفهام والفعل رقم 2. بنتكلم على اداه استفهام اسمها في، احنا قلنا ادوات استفهام في الالماني بتبدا بالحرف ده. فتعالى نبني سؤال مع بعض. في اداه استفهام، الفعل هنا هايست وبعدين دو، فالسؤال معناه ايه؟ في هايست دو، ما اسمك؟ يبقى ادي اداه الاستفهام في، دي اداه استفهام، وهايست ده الفعل رقم 2 اهو. خلاص طيب السؤال ده معناه ما اسمك. طب في حاله الاجابه هجاوب ازاي؟ ركز معايا عشان موضوع المحادثات برضه. اي سؤال هجيبه لك اعمل عمليه مقص كده ما بين الفعل والفاعل، ما بين الفعل والضمير. اي سؤال هيجي لك في الامتحان اعمل عمليه ايه؟ مقص. احنا لسه من شويه قلنا لو عندي دو في السؤال في الاجابه هتبقى ايه يا باشا؟ هقول ايش، صح؟ ايش انا. هقول بقى الفعل ايه بالنهايه بتاعت الايش؟ هاي سي. مش الايش بتاخد النهايه ايه؟ يبقى اكتب اقول ايش هاي سي، انا اسم وحط اسم. يبقى انت عرفت اكون سؤال ازاي؟ بجيب اداه استفهام، بجيب فعل رقم 2. طب هجاوب ازاي يا هير؟ اي سؤال اجيبه لك اعمل فيه عمليه مقص كده، وهتحول بقى لو عند الضمير دو حوله لايش. طيب تعالى ناخد سؤال تاني. فاكر اداه استفهام في الت معناها ايه؟ في الت قال لي دي معناها كامل عمر، اداه استفهام هي اسمها كامل عمر، يبقى احفظها. ما ينفعش يبقى عندي امتحان الماني وانا داخل المعسكر دلوقتي وانا مش حافظ ادوات الاستفهام. لا، ادوات الاستفهام بالالماني مهمه لازم اكون عارفها. في الت كامل عمر. تعالى نبني سؤال. يجي يقول لي في الت كامل عمر، ها الفعل بيس دو. بيس دو كم عمرك يكون؟ يبقى هنا بنسال عن ايه يا اولاد؟ على الالتر، عن العمر. التر يعني ايه؟ التر العمر. في الت كام العمر؟ بيس دو. طيب هجاوب ازاي يا هير؟ ما احنا لسه قايلين في السؤال اللي فات احنا بنعمل عمليه ايه يا رجاله؟ مقص كده. انا عندي دو تتحول تبقى ايش. طيب هقول ايش بيست ولا اقول بقى التصريف بتاع الزاين ايش ايه؟ ايش بن. برافو، انا اكون مثلا زيشت سين ها ياري الت، انا عمري 16 سنه. اذا انت عرفت هنا ازاي اكون سؤال عن العمر. طيب عندي ايه تاني؟ قال لي عندي سؤال أداة استفهام ها زي فو، معناها ايه؟ أين، صح؟ معناها ايه؟ أين. تعال نكون سؤال. احنا اتفقنا أداة استفهام الفعل رقم 2 زي الفعل فونست وبعدين الضمير دو اهو. فو أين الفعل رقم 2 والضمير بعده بالظبط. اعمل يا باشا عملية مقص، ها الدو تبقى ايه؟ ايش. وبعدين فوني. هنا بقى عشان بسأل بفو أين لازم في الإجابة يبقى عندي حرف الجر إن. إن مثلا برلين. خلاص إن معناها إيه؟ إن معناها في. خد بالك مش لازم برضو تبقى كل الإجابات فيها إن، بمعنى أنا ممكن أجي أقول لك إيه؟ فو أبايتت، الفعل أبايتت يا رجالة معناه يعمل. خلاص أين يعمل مثلا؟ داين فاتر. أدي سؤال. السؤال معناه أين يعمل والدك.
هتجاوب على السؤال ده تعمل ايه؟ احنا الهير قال لي والله اعمل عمليه مقص كده، اقول لك صح. طب انت عندك داين فاتر، داين ابوك انت داين، ها في الاجابه تبقى ايه؟ تيجي تقول لي تتحول تبقى ماين فاتر، والدي، والفعل بايتت اهو يعمل. هنا بقى فو اين يعمل والدك، هنا هتقول لي مثلا اسم شركه، فبتقول لي قبلها حرف الجر باي، باي بيجي مع اسم الشركه، باي مثلا فودافون اهو. خلاص، يبقى باي كحرف جر برضه بتيجي مع اسم الشركه، والدي شغال عند شركه كذا. خلاص يا رجاله، فعايز اعرفك يعني هنا حرف الجر باي بيجي قبل اسم الشركه. عندك اداه استفهام تانية، عندي مثلا اداه استفهام زي فوهيا اهو، فوهيا معناها ايه؟ من اين، صح؟ انا بعيد لك تاني على حاجات الجزء الاول الترم الاول، وهناخد الجزء الجديد بتاع الترم التاني. تعالى نكون سؤال. قال لي فوهيا اداه استفهام، الفعل هنا يبقى كومست اهو، وبعدين الضمير دو. السؤال معناه من اين تاتي انت. السؤال ده بسال بيه عن الموطن والمنشا. هنجاوب ازاي؟ لو انا جايبه لك السؤال ده في محادثه، ما تستصعبش الامر بقى وتقعد تحط ايدك على خدك وتقول انا ما اعرفش، اصل انا مش عارف. لا يا حبيب قلب، اي سؤال هجيبه لك اعمل لي فيه مقص كده. مع التحويلات بقى، الدو تبقى ايه؟ ايش. وبعدين الفيرب كومي، ما النهايه بتاعت الايش بتبقى ايه؟ فما ينفعش حد يكتب لي ايش كومست، لا غلط بقى، ما الايش تاخد النهايه ايه؟ يبقى ايش كومي. هنا بقى بجيب حرف الجر اوس معناه من، يبقى احفظ بقى اللي فوهيا بتحتاج حرف الجر اوس في الاجابه. انا جاي من مثلا القاهره كايرو، يبقى ادي سؤال وادي اجابه. اهم حاجه في السؤال فوق فوهيا كومست، شفت كومست رقم 2 ده الفعل، اهم حاجه وانا بكون السؤال لازم الفعل يبقى رقم 2، والاجابه تحت برضه هو الفعل رقم 2. احنا هنا عايز اكد لك على حاجه، اكد لك لما يبقى عندك ان في الاجابه او باي بسال عنها بفو اين. لما يبقى عندي في الاجابه حرف الجر اوس اللي هو معناه من، بسال عنه فو هي. احفظ لي الحتتين دول عشان مهمين جدا. لما تلاقي في الاجابه ان واسم بلد او باي واسم شركه فبسال بفو اين، لكن عند اوس بسال بفو هي من اين. حاجتين مهمين جدا. خلاص طيب، عندي اداه استفهام كمان اسمها فيا، وفير هنا معناها مل العاقل. بمعنى ايه؟ خدت قبل كده فيا ايست داس معناها من يكون هذا. سؤال مهم برضه وبيجي في المحادثات كتير. فيا ايست داس، ايست اهو ده الفعل اهو، ده الفعل يا رجال. من يكون هذا؟ بنعمل مقص كده، داس. انه يكون ايست علي، انه يكون علي. انه يكون مثلا اقول ماين فرويند صديقي علي، يبقى فيا بتاع العاقل. او زي السؤال اللي خدناه قبل كده الترم الاول بتاع ايه؟ لما اجي اقول لك من تكون فيا بيس دو اهو. تاني يا رجاله، تاني هنعيد السؤال ده فيه ايه؟ اداه استفهام. ما احنا ترجمنا بقى ازاي اكون سؤال، لازم اداه استفهام. برافو. طيب تاني حاجه الفعل، بعدين باقي الجمله. لازم اتاكد اللي ايه السؤال عندي ماشي بنفس الترتيب. طب هنجاوب ازاي؟ اهو مقص يا باشا. الدو تبقى ايش، التصريف بتاعه ايش بن علي، انا اكون علي. يبقى اذا فيا بتسال عن العاقل لما يبقى عندي في الاجابه حد عاقل. عندي كمان اداه استفهام اسمها فاس، معناها ماذا؟ بسال لغير العاقل. فاس دي بتاعت ايه؟ لغير العاقل. يعني مثلا اجي اقول لك فاس ايست داس، خد بالك الفكره ما بين السؤال اللي فوق اللي خدناه من شويه فير از داس من يكون هذا، بسال على العاقل. هنا فاس لغير العاقل. يعني تيجي تجاوب تقول لي ايه؟ داس ايست مثلا اين بوخ، يعني ده كتاب. خلاص، فبخ هنا غير عاقل فعشان كده استخدم فاس، لكن فير اللي فوق يا رجاله بتاع العاقل، عشان بس ايه تعرف الفرق ما بينهم. او مثلا تيجي تسالني، اسالك سؤال مثلا اقول لك ايه؟ فاس ايست داس، ماذا يكون هذا؟ فتقول لي داس ايست انه يكون مثلا اين فوتو البوم اهو، يعني البوم صور. ففوتو البوم ده اهو غير عاقل، صح؟ غير ايه؟ غير عاقل. فسالنا بايه؟ بفاس ماذا.
يبقى انت عرفت هنا حته تكوين السؤال بس باداه استفهام، وعرفت ازاي اجاوب عليه. طيب في سؤال تاني، ما احنا قايلين في سؤال بس بيكون بادئ بفعل. زي ايه؟ زي ما اقول لك كده قيس، احنا خدناه من شويه وشرحته لك فوق. لما اجي اقول لك قيس داس داين برودر، انت ذات نفسك لما تروح تبص على بدايه السؤال قيست هنا، هل ده اداه استفهام؟ لا، ما انا حافظ ان كل ادوات استفهام بتبدا بفي. قيست هنا يا باشا ده فعل، صح؟ معنى السؤال هنا بضيف له كلمه هل عشان اترجمه، يعني السؤال اللي بيبقى بادئ بفعل بضيف له كلمه هل، فالسؤال معناه هل ده اخوك؟ هو ده اخوك؟ في حاله بقى السؤال لما يبقى بادئ بفعل بنجاوب عليه لا اما بيا لا اما بناين. يبقى ادوات الاستفهام بجاوب بجمله كامله، لكن السؤال لما يبقى بادئ بفعل بنجاوب لا اما ايوه لا اما لا. طيب يا مقص بقى يا باشا بعدها في الاثبات داسيست، قلنا داين في السؤال تبقى في الاجابه ماين برودر، ايوه ده اخويا. طب لا بص بقى داس ايست، ممكن اقول هنا بقى ماين فرويند، لا ده صديقي، غيرتها خالص. تعالى ناخد كمان سؤال بادئ بفعل. يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك شبيلست، اهو شبيلست دو ميت. اول حاجه اللي بيعرفني لما اروح ابص على بدايه السؤال كده، شبيلست ده مش اداه استفهام، ده فعل، صح؟ يبقى بضيف له كلمه هل في الترجمه، هل تلعب معايا؟ في الحاله دي بقى بنجاوب بيا او ناين. خلاص، يبقى يا وبنعمل مقص عادي وبنحول الدو تبقى ايه؟ يا ايش بيلي ميت، هلعب معاك. طب ناين ايش شبيلي مثلا، ممكن اقول له لا هلعب لوحدي، الاين يعني لوحدي. خلاص، كلها افكار، المهم تشغل بالك معايا وتشغل التفكير بتاعك شويه. خلاص بقى ده مش وقت راحه، ده وقت اجتهاد وشغل. خلاص احنا طول الترم كان عندنا رمضان، عندنا العيد، عندنا اجازه شم النسيم، خلاص يعني انت الوقت ده بتاع مذاكره، فابوس دماغك ركز شويه، صحصح شويه. خلاص وقت الراحه انتهى، احنا داخلين على امتحانات الترم الثاني، وبعدها يا سيدي هيبقى عندك اجازه مطوله، اعمل اللي انت عايزه. فمش لازم تسرع الفيديو، مش لازم تيجي على النص والاخر وتقول لهم خلاص في البيت انا خلصت مذاكره. ركز للتريكات دي لان هي الامتحان. يعني احنا ان شاء الله باذن الله في المعسكر هنحل امتحانات مع بعض، حالين حوالي 7 8 امتحانات. والله العظيم لو ركزت معايا في المعسكر لا تروح الترم الثاني هتقفل الالماني، امتحان الترم الثاني متقفل، وهتبقى رايح الامتحان وانت عارف ايه التريكات اللي هتيجي. ما هي كلها من الحاجات اللي احنا عمالين نشرحها دي، فعايزك تركز معايا. السؤال اللي بادئ بأداة استفهام عكس السؤال اللي بيبقى بادئ بفعل. السؤال اللي بادئ بفعل يا باشا بيا او ناين، ايوه او لا. خلاص انا كده اعتبر شرحت لك كل الجراماتيك اللي عليك في المنهج، سواء كان مختص بالترم الاول وكملنا عليه الجزء بتاع الترم الثاني. هنفتح بقى المذكره مع بعض، يعني مش هسيبك، هنفتح لما نيجي نفتح المذكره مع بعض كده، وهبص لك تاني على موضوع الجراماتيك. يعني مثلا عندك في الملزمه بتاعت حضرتك صفحه 5 مثلا، يعني انا هقول لك تاني عشان لو حضرتك هتذاكر من الملزمه تعرف تذاكر ازاي. عندك اهو الاداه الارتيكل، عندك اهوت المعرفه اللي احنا اتكلمنا عليه، دير وداس، ودي مؤنث ودي الجمع. اتكلمنا على النكره اللي دير وداس اداه النكره اين، الدي ايني الجمع، خد بالك ما بياخدش. لما احب انفي الاين بزود لها قاين، قاين هنا قايني، الجمع ملوش نكر لكن في النفي بديله قايني. وانا كاتب لك الملحوظه هي الاسم الجمع ليس له اداه نكره، لكن ممكن نحط عدد او كلمه فيلي، فيلي يعني كتير. ده الجزء الاولاني اللي احنا شرحناه. بالنسبه لحته ادوات الملكيه، ادي الايش يا سيدي بيعمل ايه؟ ماين ومايني. خلاص امتى اختار ماين؟ الكلمه اللي عندك لو اداتها دير مذكر او داس محايد يبقى ماين، لكن لو دي مؤنث او دي جمع تبقى مايني. الايه ده هي رجاله بتاعه المؤنث او الجمع. بالنسبه للدو انت بيعمل داين ويعمل دايني. داين لو الكلمه اللي عندك مذكر او محايد، دايني اللي فيها الايه لما الكلمه اللي عند حضرتك تبقى اداتها دي مؤنث او دي جمع. هعرف منين؟ لازم بقى زي ما قلت لك المحاضره اللي هتنزل لك في الاول بتاعه المعسكر اللي يبقى فيها اهم كلمات المنهج متقسمه لدير وداس ودي، تقعد تعتكف عليها وتحفظهم لي. ما ينفعش في الالماني نخمن الكلمه اداتها ايه، لا لازم تكون حافظ الكلمه اداتها ايه.
خلاص. طيب هنا بنقول لك تاني اللي لو في داين في السؤال فبتتحول لماين، ولو في دايني بتتحول لمايني. الكلام ده شرحته واديتك عليه امثله. هنا هو بيقول لي ايه؟ das ist mein Vater. هو تفتكر ليه اختار ماين ما قالش مايني؟ لان فاتر اداته دير مذكر، لكن هنا قال مايني لان مطر الام اداتها دي مؤنث. السؤال بيقول لي is das dein Vater؟ هل ده ابوك؟ شفت داين؟ عايز يقول لي داين اهو، في الاجابه بقى تتحول لايه؟ ماين. ده بابايا. يبقى داين في السؤال بقت ماين في الاجابه. بعد كده دخل على جزء الضمائر الشخصيه اللي هي اسمها بيرسونال برونومين. ادي ايش يعني انا، ما ينفعش طبعا ما اكونش عارف الضمائر الشخصيه. ايش بين احمد، الدو مثلا wer bist du، من تكون، من تكون انت. او يقول لي اسم شخص وراه كوما، خد بالك من الحته ديت، يعني يقول لي علي وكوما، اذا هنا بكلمك انت يا علي. was او دو spielst gut تنس، ادي دو. يعني يقول لي اسم شخص، يقول لي مثلا ايه احمد وكوما، احمد وراها كوما، فانا هنا بكلمك انت. ليه؟ لان في كوما. الكوما في الالماني يعني بكلمك انت. بالنسبه بقى للضميرين الجداد، ايه هو احمد است شولر وبعدها ايه ليرنت دويتش، هو ايه متعوضه على احمد. طب زي هي نهى است شولرين، نهى تلميذه، بعدين عوض على نهى بزي، هي بتتعلم الماني. طيب الفكره الثانيه، لو عندي دو في السؤال في الاجابه تبقى ايه؟ ايش. زي فيربس دو، ادي دو في الاجابه اتقالت ايه؟ ايش يعني انا. خلاص. طيب دخل بعد كده على تصريف الافعال. انا بشرح لك اللي في الملزمه عشان حضرتك اوضح لك الحاجات لو فيها مشكله. بالنسبه لتصريف الافعال المنتظمه بحذف الاي ان وبضيف النهايات. اهو عندك كومن وعندك جين. جين يعني يذهب يا اولاد، كومن يعني ياتي، دول فعلين في المصدر. شال الاي ان اهو، مع الايش ضاف ايه قومي جاي، مع الدو ضاف ايه اس تي، برافو. الاي والزي الجداد بقى عليا الترم ده خدت النهايه ايه؟ تي. يعني بالنسبه للاي والزي دول الجداد عليا في الترم ده. جايب لك اهم الافعال المنتظمه، يعني اللي هيتصرفوا زي كومن وجين كده. هتحذف الاي ان يا باشا وحط النهايات بتاعتك. اتكلمنا طبعا على الفعل هايسن والفكره بتاعته. الفكره دي برضه بيقول لي ايه؟ عندك فعل مثلا لو انتهى اصل الفعل بالتي او الدي او الان، يعني مثلا عندك فعل اسمه فندن كده، فندن معناه يجد. خلاص انا بحذف الاي ان. قال لي لو انتهى اصل الفعل، ما هو هنا اصل الفعل كده اخره دي، قال لي لو انتهى بحرف الدي او التي او الان بعمل ايه؟ قال لك بنزود ايه قبل النهايه مع الدو والاي والزي. يعني لو جيت بصيت على التصريف مع الدو هتلاقي قبل الاس تي حط ايه؟ زود ايه، يعني قبل النهايه الاس تي حط ايه، وهكذا مع الاي والزي. المفروض الاي والزي بياخدوا تي، هو الراجل زود كمان حرف الاي. دي التركايه هنا، تركايه سهله. المهم كده كده النهايات معايا ثابته. الايش نهايتها ايه؟ الدو اس تي، الاي والزي نهايتها تي. خلاص. التركايه الاهم بقى، الاهم واللي تاخد بالك منها، الفعل زين وليزن اهو، الاي اتشالت وحط المقطع ده مع الدو والاي والزي، وهكذا الفعل شبريشن واسم، الاي اتشالت واتحطت اي مع الدو والاي والزي وكاتبهم لك اهو التصريف بتاعهم. عندك في الاخر زين يكون اهو ايش بن دو بيست اي والزي است. مشتن فعل خاص يا باشا، خد بالك اللي الايش والاي والزي تصريفهم واحد، هيسألك عليهم والله العظيم في الامتحان. طيب تاني تريكاه تاخد بالك من الفعل مشتن ده اهو، اللي بيجي كفعل ايه؟ بص مساعد، يعني هيجيب فعل في نهاية الجملة في المصدر، يعني اخره ايه ان. زي اهو فاس مشتست دو ماخن. معنى السؤال ماذا تريد ان تفعل؟ شفت مشتست متصرفة مع الدو، لكن ماخن في المصدر. لما جه يجاوب قال لي ايش مشتي، بص بقى مشتي اهو، وبعدين جيرن فوسبال شبيلن، ادي الفعل في المصدر. اديتك عليها امثله. بعد كده قال لي فير بيجي وراها الفعل في حاله الايه؟ المفرد. يعني يا اولاد لو بصيت على فير قمت، شوف قمت جايه في حاله المفرد، يعني بيتصرف مع الايه. فير اداه استفهام بتعامل معامله المفرد، بمعنى ان الفعل اللي جاي وراها متصرف في حاله المفرد. فير اس داس، من يكون هذا؟ فير قمت هويت. داس است هنا بتيجي في المفرد، يعني داس است احمد. لو هتكلم على جمع زي ماين كيندر اطفالي، قال لي ايه؟ زند. فعشان كده قلت لك است في المفرد زند في الجمع.
يعني لو انا بقول das ist مثلا علي، هنا هقول das sind بتاعت الجمع لو بيقول لي علي und مثلا آية. خلاص، يبقى ist في حالة المفرد، sind في حالة الجمع لو جايب لك اسمين او اكتر. برضو بعد كده موضوع ادوات الاستفهام. السؤال لما يكون بادئ بأداة استفهام قلنا بيبدأ بالحرف V، برضو شرحنا بس خلينا اوضح لك اللي في الملزمة. عندك أداة الاستفهام فو معناها أين، بسأل على المكان، زي أين تسكن؟ قال لي أنا ساكن في القاهرة. أو أين تعمل؟ قال لي باي، وهنا باي بتيجي مع اسم الشركة يا أولاد زي ما أنا شرحت. فوهي أداة استفهام من أين، بسأل عن الموطن. فوهي قومس دو، قال لي إيش قومي أوس. من الحاجات اللي بتدل على فوهي هو حرف الجر أوس. عندي بعد كده أداة استفهام فير بتاعة العاقل، زي فيا بيس دو من تكون، أو فيا اس داس من يكون هذا. عندك فاس لغير العاقل أو شيء غير عاقل، زي فاس اشبريشست دو ماذا تتحدث؟ قال لي بتكلم ألماني. إذا الدويتش ده غير عاقل فسأل بفاس. أو ماذا تلعب؟ قال لي بلعب تنس، برضو التنس غير عاقل سأل بفاس. آخر أداة استفهام بقى في، بتيجي بمعنى ما أو كيف، زي في هايس دو أو في است داينامي، بسأل بها عن الحال، زي السؤال بتاع في جيتس ديا كيف حالك؟ أهو كيف حالك. أو بسأل بها عن العمر، زي في ألت كده، في ألت معناها كامل عمرك يكون. قال لي إيش بنت سفول في يار ألت. آخر حاجة في السؤال لما يبقى السؤال بادئ بفعل أهو بجاوب عليه بيا أو ناين، زي إس داس علي، هو ده علي؟ أيوة ده علي. لأ ده أحمد، أو لأ ده مش علي. في كلمات بتعبر عن الإثبات زي كلمة ريشتش أو شتمت أو جيرن، الكلمات دي مهمة، أو كلا أو جناو أو ناتولش. في كلمات بتعبر على النفي زي كلمة شادي، شادي معناها للأسف، أو لايدر أو توتمي لايد يؤسفني. يبقى في كلمات بتعبر عن الموافقة الإثبات أو النفي. بكده نكون وضحت لك تاني الأجزاء اللي كانت في المذكرة معاك في موضوع الجراماتيك. هنعمل ايه بقى يا سيدنا؟ خلاص بعد ما انتهينا من شرح الجراماتيك هاخدك بقى ونخش مع بعض نحل على أسئلة على الجراماتيك، وأهم 70 سؤال في الجراماتيك. تعالوا مع بعض بقى يا شباب، بعد ما شرحنا كده القواعد بتاعتنا بتاعت منهج الترم الثاني كاملا، تعالوا مع بعض نطبق. والتطبيق هنا أو الحل ده أهم من الشرح كمان، لازم تحل معايا، ما تستكفاش بالشرح، الشرح لوحده مش هيخليك تعرف تحل. تعالوا مع بعض بقى، أنا مجمع لك أهم 70 سؤال هيعدوا عليك في الامتحانات كلها، لأن ال70 سؤال جايين من امتحانات الشهور ومن التقييمات الأسبوعية بتاعتك، فدول أهم 70 سؤال هيقابلوك يا بطل. فعايزك تركز معايا في حل ال70 سؤال دول، لأن صدقني بإذن الله في الامتحان مش هيطلع في أسئلة الجراماتيك أسئلة من الأسئلة ال70 سؤال دول. فعايزك يعني في ال70 سؤال دول كده تكون ممخمخ معايا كوباية القهوة بتاعتك وانت بتحل مركز معايا. خلاص تعالوا كده نبدأ السؤال الأول، لأن احنا مع كل سؤال هنشرح ونحل تاني. السؤال الأول هنا بيقول لك مايني تانتي. أولا لازم تكون حافظ العيلة، وقلت لك في فيديو في بداية المعسكر هيبقى فيه كلمات المنهج، وغير كده هيبقى فيها الأسرة وفيها الأعداد. فالفيديو ده هو مهم جدا، لازم حضرتك تقعد عليه لحد يوم الامتحان الصبح. خلاص، مايني تانتي يعني عمتي أو خالتي. المهم هنا هنعوض على عمتي وخالتي بإيه؟ أكيد عمتي وخالتي زي هي أهو، شوف بكتب معاك أهو واحدة واحدة. طيب احنا لسه شارحين من شوية اللي الضمير ايه وزي هي بتاخد النهاية ايه تي، يبقى الفعل هنا فونت، التصريف يا باشا. رقم 2 اس داس، قال لي ماين اونكل شتيفن، ده عمي او خالي شتيفن، ده ايه يا باشا؟ ده عاقل. أداة الاستفهام عشان بسأل على حد عاقل فير، مل العاقل. ها طب لو مش عارف اهو انا قلت لك يا سيدي عشان تذاكر. رقم 3 بيقول لي ماين فرويند، برضه صاحبي هنا، يعني نعوض عنه بإيه هو، ما هو صاحبي مذكر. الإيه بتاخد النهاية تي يبقى هايست، برافو. 4 سلوى، يا ترى سلوى إيست ولا زند؟ احنا قلناها من شويتين يا رجالة، إيست ده هه في حالة المفرد، ولو جمع هقول زند. يعني لو كان بيقول لي سلوى وحد كمان كنت أقول زند، سلوى مفرد يبقى إيست هنا. طيب 5 ليست
وده فعل معناه يقرأ، خدنا تصريفاته. اوبا، اوبا يعني ايه؟ الجد. تديله انهي اداة ملكية؟ اتكلمنا اللي مايني ودايني ده هي بتاع المؤنث والجمع، يبقى هنا داين. ليه؟ لان اوبا جد اداته دير مذكر، يبقى تمشي هنا داين. رقم 6 ماين ليرر، مدرسي. اول حاجة تعوض على المدرس بايه هو، تقوم تقول لي يا هير اللي الايه بتاخد النهاية تي، يبقى هنا عندي قمت، عندي فونت، عندي ليرنت. الله، ده هنا ده سؤال محير بقى يا رجالة، ده جايب لي الثلاث افعال نهايتهم تي. نهايتهم ايه؟ تي. هنا لما يديك 3 افعال نهايتهم تي، اعرف اللي انا عايز الفعل الصح على حسب معنى الجملة. الفعل الصح على حسب معنى الجملة. قال لي بعد كده اوس لوكسور. اوس هنا حرف الجر ده اللي معناه من. هقول بقى مدرسي يتعلم من الأقصر ولا يسكن من الأقصر ولا يأتي من الأقصر؟ يبقى قمت هنا عشان حرف الجر أوس، وقمت أوس معناه يأتي من. خلاص؟ طيب رقم 7، كل سؤال هتلاقي فيه تركاية كده. بيقول لي في 7 أسامس فاميليي، يعني عيلة أسامة. العيلة هنا يا حبيب قلب الهير تعوض عنها بإيه؟ قال لي بزي هي. اوعى تتعامل اللي العيلة جمع، العيلة في الألماني بعوض عنها أسمع بزي هي. بإيه؟ بزي هي. الزي يا حبيب قلب الهير بياخد الفعل نهايته تي، يبقى ماخت. تصريف يا باشا. 8 ده سيست فاتر. أول حاجة بص على فاتر الأب، أداته دير مذكر، يبقى أداة الملكية اللي هتمشي معايا ماين، لكن ماين إيه؟ اللي فيها الإيه يا رجالة؟ بتاع المؤنث والجمع. 9 بيقول لي فاس ايه؟ دايني إلترن. بص على دايني إلترن مالها؟ معناها ايه الأول يا ولا؟ إلترن الوالدين، يعني هنعوض عنها بزيد جمع يا هير. أقول لك برافو. زيد جمع بقى كتصريف، ما هي إلترن هنا الوالدين، بنعوض عنها بضمير اسمه زيد جمع. زيد جمع بتاخد النهاية ايه؟ ان في تصريف الفعل، يبقى شبريشن. خد بالك بقى من التركات دي عشان دي تركاية أول مرة تقابلها. الترن معناها ايه؟ الوالدين جمع، هنعوض عنها بضمير اسمه زي هم بتاع الجمع، وده بياخد ايه؟ ان في تصريف الفعل. طيب جات لك ايه رقم 10 اللي عايزك تركز فيها. بيقول لي ايه في رقم 10؟ بيقول لي لحضرتك هو داس ايه ماين إلترن. احنا لسه قايلين إلترن معناها ايه؟ الوالدين، دي كلمة جمع صح؟ طب الجمع هنا تقول له ايست ولا زند؟ ما احنا قايلين من شويتين زند بتاعت الجمع، ايست بتاع المفرد. زند بتاعت الجمع، ايست بتاعت المفرد، يبقى هنا زند. ليه؟ يبقى انت فاهم بقى عشان إلترن جمع. 11 بيقول لي ايس داس. قال لي اين فوتو، دي صورة بتاعت بابا. هنا بتكلم على الصورة يا ولاد، الفوتو صورة، ده غير عاقل يبقى فاس. ليه؟ انا عايز اقول له ماذا يكون هذا، هو ايه ده؟ قال لي دي صورة. اين فوتو هنا صورة غير عاقل، يبقى هسأل عنها بفاس. 12 بيقول لي في ايه داين هوند. قال لي ريكس. خد بالك هو هنا هقول بيست غلط، بيست محتاجة الضمير دو. طب هقول في ايست كيف يكون كلبك؟ قال له ريكس ولا ما يسمى كلبك؟ هايست. يبقى الفعل هنا الصح يا رجالة هايست معناه يسمى. 13 بيقول لي زابين است مايني. انا لو بصيت على اداة الملكية مايني ده هي اللي فيها الايه؟ قلنا بتاع المؤنث او الجمع صح؟ اداة الملكية دي بتاعت يا رجالة المؤنث او الجمع. انت اصلا كلمة زابينة كمان ده اسم مؤنث، يعني هنا لا انكل ولا فرويند، فرويندين صديقة. خلاص؟ طيب ده سيست برودر. برودر يعني ايه؟ اخ. انا عارف انك مش حافظ العيلة، عشان كده بقول لك تاني الفيديو اللي في الاول في المعسكر اللي فيه الكلمات وفيه العيلة وفيه الارقام مهم جدا. برودر اخ، اداته دير مذكر، اديله ماين هنا. زند داس إلترن. احنا لسه قايلين من شويتين اللي إلترن معناها الوالدين وكلمة جمع، بدليل جايب لك الفعل زند اهو في حالة الجمع. إذا أداة الملكية هنا هتبقى إيه؟ هيقول لي يا هيلا عندي دايني وعندي مايني، ما هو الاتنين آخرهم إيه؟ أقول لك بس ده سؤال، إيه اللي يمشي في السؤال أكتر؟ دايني، لأن أنا بسأل بقول لك هم دول والديك دايني إلترن؟ رد قال له يا. يبقى ليه ما اخترتش مايني؟ على الرغم مايني صح، مايني بتيجي في حالة المؤنث والجمع،
بس عشان ده سؤال يا رجاله، فالسؤال دايما بيجي فيه ضين وضيني، اسالك انت ده باباك دي مامتك وهكذا. 16 is das، قال لي ماين جفيستا اختي. جفيستر هنا اختي يعني عاقل، اسال عن العاقل بايه؟ بفير، مل العاقل. في رقم 17 بيقول لي داس زند، بعلم على زند عشان افتكر اللي الهير لسه كان بيغنيها لي. زند في حاله الجمع، است في حاله المفرد. طب لما زند جمع وكلمه جشفستر اخوه واخوات دي كلمه جمع، الجمع ياخد ايه؟ الجمع ياخد الاداه الملكيه اللي اخرها ايه، احفظها بقى. الجمع ياخد اداه الملكيه اللي اخرها ايه؟ ايه، يبقى ماي نيم. برافو. 18 في ايه داين فاتر، قال لي كريم. برضه هقول ما داين فاتر، الاصل الفاتر يعني هعوض عنه بهو، فالايه بتاخد النهايه تي واحده واحده، ما هو ده اب وبنعوض عنه بهو، هو بياخد النهايه تي، يبقى الفعل هنا هايست ولا ايست؟ انا هنا هقول ما يكون ابوك ولا ما يسمى، يبقى هايست، يبقى الفعل في هايست داين فاتر. 19 داس ايست مايني، هعلم على ماين. احنا قلنا اللي فيها ايه بتاعت ايه؟ قلنا اداه الملكيه اللي اخرها ايه بتاعت التانيث او بتاعت الجمع. اروح اشوف بقى الاقي اوبا مذكر وانكل مذكر، مفيش غير طنطي اللي هي عم او خاله. رقم 20 يا سعاده الباشا بيقول لك فاس ماخس دو، انت بتعمل ايه؟ قال له داس ايه دو دخ، وبعدين قال له بعدها ايش ليزي، يعني انا بقرا. هنا ليزي بقرا، فعايز يقول له ايه؟ دو. الدو هنا الدو ده اهو تصريفه ايه؟ بياخد النهايه اس تي، صح؟ ده صح وده هو صح وده هو صح. هنا بقى لما احنا قايلين لما يجيب لي التصريفات صح يبقى انا بختار الفعل المناسب على حسب المعنى. يبقى ليست هقول له انت بتقرا انا بقرا، ولا انت بتلعب انا بقرا، ولا انت شايف اهو انا بقرا. هنا هيقول له ما انت شايف اهو، زيهست اللي هو جاي من الفعل زين يرى. هو بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له ما انت شايف اهو، ما انا بقرا، هعمل ايه يعني؟ يبقى هنا زيهز دو. 21 بيقول لي داس ايست وبعدين اوما. انا بص بروح اعلم لك كده دايره على الكلمه اللي هتحل لك الدنيا. اوما يعني جده، اداتها دي مؤنث. اوما يعني ايه؟ الجده، اداتها دي مؤنث. في اداه الملكيه تاخد اللي اخرها ايه؟ مايني. 22 داس وادي زند اهو، زند في حاله الجمع، وجاب لك كمان مايني يا سيدي. طيب ما هي مايني هنا بتاعه المؤنث وبتاعه الجمع، ما احنا لسه قايلين من شويه اللي زند اللي قبلها بتاعه الايه؟ الجمع. اذا مايني يعني عايز كلمه جمع، يعني جروس الترن معناها الاجداد. محدش يقول لي جروس موتر، الجده هي مؤنثه تاخد مايني بس ما تاخدش زند. ساعتها كانت تاخد ايه يا رجاله؟ ايست. تاني المثال ده هيطلع طالب يقول لي يا هير مايني اداه المكان اللي اخرها ايه تمشي مع المؤنث والجمع. اقول لك صح، يعني تمشي مع جروس موتر اللي هي الجده، وتمشي مع جروس الترن اللي هي الاجداد. هنا بقى اللي حلل الجمله ديت هو التصريف الفعل زند. الفعل زند هنا بتاع الجمع، زند ما لو كان مفرد كان قال لك ايست يا ولا. زند بتاع الجمع، اذا مايني جاي عشان الكلمه الجمع، يبقى جروس الترن الاجداد. 23 is das، قال لي das ist mein Onkel، ده عمي او خالي. mein Onkel ده عاقل، اسال عن العاقل بفير من. احفظ بقى wer ist das، من يكون هذا. ده سؤال لازم تكون حافظه. wer ist das، من يكون هذا. 24 بيقول لي das ايه meine Familie، احنا لسه قايلين فوق اللي العيله هي مفرد مؤنث، يعني زي هي. ادام العيله مفرد يبقى اقول ايست، لكن لو جمع زي مثلا كلمه جروس الترن الاجداد او الترن الوالدين كنت هقول زند يا رجال. يبقى احنا مكملين على الكلمتين اللي كنا بنغنيهم، زند في حاله الجمع، ايست في حاله المفرد. طيب تعال شوف رقم 25 علي است ماين. ماين ده بتاع الايه؟ بتاع مذكر او محايد. طيب ادور على مذكر، طنط مؤنثه وجفستر اخت مؤنثه، مفيش غير فروين دي اهي. فو است ايه فاتر، فاتر الاب اداته دير مذكر، تدي له انهي اداه ملكيه بالله عليك من الاختيارات؟ يبقى داين بس عشان اركز معاك. هي است فوتو، اهم حاجه الاداه. فوتو اداتها داس محايد،
اذا ادي لها هنا ايه؟ اين. ليه؟ لان اين وماين دي بتاع المؤنث. خلاص؟ ما احنا قلنا داس بيعمل اداه نكره اسمها اين، في النفي هتبقى اسمها ايه؟ قاين. 28 وركز فيها، فيها تركايه برضه. زين دي داس دايني، انا هروح اعلم على دايني وتلاقيني كاتب كده دايني دهيت يا هير بتاع المؤنث وبتاع الجمع، صح كده؟ صح. ما احنا قايلين اللي اخرها ايه؟ لا اما تانيث لا اما جمع. طب هنا انا عايز كلمه مؤنث ولا كلمه جمع؟ اقول لك روح بص على الفعل اللي كان في الاول اللي هو زند ده اهو. زند ده كده بيجي في حاله الجمع، اذا هنا دايني جاي عشان الجمع، يبقى كده مش هستخدم اشفستر. اشفستر يعني اخت، هنا هستخدم جيش فيستر اللي هي جمع معناها اخوه واخوات. سؤال حلو وهيوقع طلاب كتير. السؤال هيتحل كالاتي: دايني، هتقول دايني اخرها ايه؟ يبقى الايه دي بتاع المؤنث والجمع اهي. خلاص؟ مؤنث ويا اولاد وجمع. هنا هختار مؤنث زي كلمه اسمها جفستر اخت، ولا جفستر اخوه واخوات. اقول لك روح بص على الفعل. الفعل لقيناه زند في حاله الجمع، نتصرف كده في الجمع عشان عايز جفستر. لو كان ايست كنت اقول جفستر. نكمل السؤال رقم 29. بيقول لي لحضرتك دي موتر. بص بقى، دي موتر يعني الام، هنعوض عنها بزي هي اهو في الجنب كده. طيب ان روحي في هدوء. تليفونيرين يعني يتصل تليفونيا. طيب هقول الام تكون ولا الام ليست تقرأ؟ تتصل في هدوء ولا عايزه مشتي عايزه تتكلم في هدوء او تتصل في هدوء؟ يبقى مشتي هنا الفعل الصح. 30 بيقول لي الت بيس دو، قال لي فين في تسيم. هو السؤال بتاع العمر اسمه على بعضه، ها في الت يبقى على بعضه، يبقى في الت. 31 سؤال اتكرر كتير في الاسئله اللي فاتت، لما يقول لي داس زند ماين، انا بعلم على مايني. هتقول لي يا هيري اللي فيها ايه بتاع ايه؟ المؤنث والجمع. اقول لك ماشي، اروح ابص على الفعل بقى عشان هو اللي هيحدد. زند في حاله الجمع يا هير، يبقى مايني جاي عشان الكلمه الجمع. فين الكلمه الجمع؟ جيش فيستر اللي هي معناها ايه؟ اخوه واخوات. لو حافظ العيله كويس هتلاقي الاسئله دي كلها بالنسبه لك سهله. 32 فيا اس داس، من يكون هذا؟ قال لي في الاجابه فرويندين. فرويندين صديقه، اداتها دي مؤنث، تقوم تديها ايه يا بطل؟ لا داين ولا ماين، ايني. دايما اداه الملكيه او اداه النكره اللي اخرها ايه ده بتاع المؤنث، يبقى عشان فرويند المؤنث اديت لها ايني. 33 بيقول لي ماين فرويند صديقي يعني هو، فتقول لي كده الايه بياخد النهايه تي، يبقى الفعل الصح هنا كومت. 34 زند داين جروس الترن، قال لي في الاجابه ان فرانكفورت. فرانكفورت دي يا اولاد مدينه، فرانكفورت مدينه في المانيا. عدم عندي حرف الجر ان وراها مدينه، احنا متفقين لما يبقى عندي ان في الاجابه بسال عنها بفو اين. امتى كنت اختار فو هي؟ لو عندي اوس فرانكفورت. يبقى دول برضو حاجتين لازم اكون حافظهم واحنا عارفينهم من الترم الاول. لو عندي في الاجابه ان وبلد فاسال عنها بفو اين، عندي اوس يبقى فو هي. احفظ الكلمتين دول تاني، ها عندي ان في الاجابه اسال عنها باين، عندي اوس اسال عنها من اين. 36 بيقول لي لحضرتك او 35 سوري، في الت كم عمر داين برودر اخوك، هتعوض عن الاخ بايه؟ بايه هو؟ 36 فونت اوما، ها اوما يعني جده، يعني دي مؤنث صح؟ التأنيث هديله ايه؟ اداة الملكية اللي اخرها ايه. 37 داس دايني ليررين، ليررين يعني مدرسة، هنا مؤنثة يا اولاد، مفرد مؤنث يعني زي هي، يبقى تصريف الزي هي ايست. فهمت جبتها منين؟ دايني ليررين مدرسة، دي كلمة مؤنثة عوضنا عنها بزي هي، يبقى تصريف زين في الفعل الشاذ ايش بن دو بيست ايه وزي است على طول، يبقى عشان كده اخترنا ايست هنا يا رجاله. 38 بيقول لي ايست توني داين فرويند، بيقول لي هو توني صاحبك؟ قال لي ناين ايه ايست ايه فرويند. ركز في كلمه فرويند يعني صديق، اداته دير مذكر. طب اداه الملكيه اللي هتمشي، ها هنا مش هتمشي بقى ماين، عارف هتمشي ايه؟ اين، هتمشي اداه نكره. عارف ليه؟ عشان بعدها قال لي فون كلاوس.
يعني انا مش هرد اقول هو صديقي من كلاوس او صديقي كلاوس، لا انا عايز اقول صديق كلاوس، هو صاحب كلاوس. اذا هنا عايزينها نكره. شفت انا هنا ما استخدمتش اداه ملكيه ليه؟ لو ما كانش فيه فون كلاوس كنت ارد اقول هو صاحبي ماين فرويند، لكن هنا جاب لي فون كلاوس، دي حاجه اسمها المضاف اليه صديق كلاوس، يبقى هنا هقول اين اداه النكره. الله اكبر الله اكبر. في 39 يا سيدنا بيقول لي فيا اس داس، حبيب قلبي الهير، يعني ايه فيا اس داس؟ من يكون هذا؟ بسأل على عاقل. ففي الإجابة قالت فرويندن، لازم أشوف أداة كلمة فرويندن صديقة، أداتها دي مؤنث، أقوم مديلها أداة الملكية اللي آخرها إيه؟ ما احنا حافظين بقى، يبقى مايني. رقم 40 فوهيا يوليا، يوليا يعني زي هي، هتقول لي زي واخدينها هير بتاخد إن هي تي، صح؟ يبقى هنا قمت. 41 فاس واداك الضمير الدو بياخد اس تي يا رجاله يبقى ماخست. 42 سهله، بيقول لي ده سيست هير باور، انا بتكلم على السيد باور عشان كده عوض عنه بالضمير ايه، هو صح؟ هو ايه است ماين، المفروض انا اصلا مع اير هو، وعشان هير باور مذكر اذا عايز حاجه مذكر يبقى ليرر مدرس، مش هقول ليرر المدرسه ولا هي اوما جده. ماين هنا اصلا بتاع المذكر والمحايد، وانا بتكلم على حد مذكر اكيد هجيب حاجه مذكر. 43 اتكررت كتير قوي كفكره، اتكررت كتير، المهم تكون انت حفظت الفكره. داس ايه مايني جيشفيستر، اهو جيشفيستر هنا جمع معناها اخوه واخوات. طب ايه اللي بيجي في الجمع؟ زند هير. 44 مديك كلمه قاتسي قطه، ودي اداتها دي مؤنث، يقوم مدينها اداه الملكيه اللي اخرها ايه، اقول لك مظبوط انت كده ماشي صح. 45 اس داس برودر، برودر اخ، اداته دير مذكر، اداته ايه يا رجاله؟ دير مذكر، اديله هنا داين، قلنا دايني ومايني اللي اخرهم ايه بتاع التانيث وبتاع ايه الجمع. 46 ده سيست فغاو فيبا، السيده كذا، زي هي بتكون ليررين، كلمة ليررين مدرسة مؤنثة، يعني أداتها دي نقوم تدي لها إيه في الاختيارات؟ مايني، دي اللي هتمشي معايا. ركز معايا في 47 مديني كلمة هوند، يعني إيه هوند؟ كلب، أداته دير مذكر، أقوم مديله هنا ماين. 48 داس زند مايني، مايني، بص مايني هنا لما تشوف الايه احنا اتفقنا بقى خلاص، مايني تأنيث وجمع يا هي. طب هعرف منين؟ بص على زند، زند كده متصرف في الجمع، اذا انا عايز كلمة جمع، فين الكلمة الجمع؟ الترن، فهمت حتة التأنيث والجمع؟ ابص على الفعل، الفعل متصرف في الجمع يبقى عايز كلمة جمع. 49 بيقول لحضرتك في هايست داين تانتي، ما اسم عمتك او خالتك، هتعوض على طنط بايه؟ بزي هي. 50 ماين فرويند، يعني ايه الاول؟ يعني هو. الفعل شبريشن تاني هنعيد عليه تاني اللي احنا شرحناه في الشرح في الاول، الايه ده اهي بتتشال ونحط مكانها اي مع الدو ومع الايه والزي. شوف تاني، شبريشن الايه بتتحول لاي مع الدو والاي والزي، اذا هنا التصريف الصح ده اهو اللي فيه الاي، لكن ده لا، يبقى شبريشن وخدنا اسن مع بعض ياكل، كان فيهم فكره، انا لازم احفظ الفكره بتاعتهم، الايه بتتحول لاي بقولها اي اهو عشان ما تنساهاش. 51 زند، زند يعني كده جمع، وكلمه جيشفيستر اصلا اللي حافظ العيله جيشفيستر يعني اخوه واخوات، يعني دي جمع، ادام دي جمع يبقى اداه الملكيه اخرها ايه؟ يبقى دايني. 52 برودر نفس الكلام، اخ اداته دير مذكر، اديله هنا ماين، دول لا. تعالى بقى ل 53، في 53 بيكلمك على الفعل مشتن، كل الطلاب هتغلط في السؤال ده، مش كلهم معظمهم طبعا، لان مشتن تصريفه خاص، هقوله لك تاني اهو عشان تركز معايا، عشان بنسبه كبيره هجيبه لك في امتحان. الايه والا والاس والزي تصريفهم على طول مشتي كده، ده فعل خاص يا رجاله، يعني لازم احفظه، محدش يقول لي الايه مشتت، لا هنا ده فعل خاص بقى. قال لي ايه؟ قال لي الايش والايه والزي
تصريفهم زي بعض. تصريفه هنا مشتي. لو الطالب مش عارف اللي مشتن ده تصريفه خاص هيروح يقول لك ايه؟ سلمى يعني زي هي، فالزي بتاخد النهايه تي، فيروح يقول لك مشتت. غلط. ما هو مشتن ده فعل خاص، له تريكايه لازم احفظها. عندنا في 54 بيقول لك دي فاتر فون بابا او بابي، يعني ابو ابويا. هيكون ايه بقى؟ المفروض ده كده جدي، يبقى اوبا. خلاص. 55 باس ايس داس، ماذا يكون هذا؟ قال لي في الاجابه فوتو البوم. اداتها داس يا سعاده البي، داس محايد. داس محايد هدي لها ايني؟ لا. مايني؟ لا، هدي له اين. 56 طبعا سهله، التصريف مع الايش هيبقى ايه؟ مشتي. وخد بالك مشتي كفعل بيحتاج لفعل في المصدر في اخر الجمله اهو، اللي هو اسمه ابايتن، يعمل. يعني مشتي بيجي متصرف لكن بيعوز فعل في المصدر في نهايه الجمله. 57 بيقول لي است نورا اشفستر. اشفستر يعني اختي يا اولاد، اداته دي مؤنث، اذا نديله دايني. بالنسبه للتصريف هنا في 58 مع دو، الدو بياخد النهايه اس تي، يبقى زي هست. هل انت شفت لوكاس؟ رد قال يا. نكمل 59 بيقول لي ايه؟ احنا لسه قايلين اللي الايش والا والزي مع الفعل مشتن تصريفهم واحد، مشتي. يبقى مشتي. والله هيجيب لك الفعل ده في الامتحان، لان عارف اللي فيه طلاب كتير هتغلط فيه. 60 سهله، الدو بتاخد النهايه اس تي، يبقى شبريشست. 61 بيسالك على اداه الاستفهام المناسبه، اذا لازم ابص على الاجابه. الاجابه فيها 12 سنه، يبقى كامل عمر في الت. 62 يا باشا، داسيست فرويندن. يعني ايه فرويندن؟ صديقه. اداتها دي مؤنث، اذا هنا هتمشي معاها ايه؟ اين؟ لا ولا ماين؟ ايني. ايني، ما احنا قلنا دي مؤنث، اداه النكره بتاعتها ايني. ماشي. بالنسبه لرقم 63 ساره يعني زي هي، صح. الزي هي بتاخد النهايه ايه؟ تي، يبقى شبريشتي ده اهي الاولى. منار يعني زي هي، ده بقولك تاني اهو، يبقى مشتي. ليه؟ نعيد تاني، مشتن فعل خاص لازم تحفظه، ما ينفعش ابقى رايح الامتحان وانا مش عارف مشتن تصريفه عامل ازاي. 65 داس داين فاتر. طبعا داين فاتر هنا الاب، يعني ايه هو، فتصريفه ايه في الفعل الشاذ زين؟ تصريفه ايست. الايه والزي تصريفهم ايه يا رجاله؟ ايست، يبقى هنا ايست. 66 فرويندن صديقه، احنا لسه قايلينها فوق، صديقه مؤنثه، ادي لها مايني. عندنا في 67 التصريف مع الدو اخره اس تي، ماخست. طبعا السؤال بتاع ماخست دو جيرن هاوس اوف جابن، يعني معناها هل انت بتحب تعمل الواجبات ولا لا. إيس داس فرويندن برضه اتكررت تاني اهي، كان في 66 واتكررت تاني في 58. فرويندن صديقه، اداتها دي مؤنث، ادي لها ايه؟ دايني. تعالى بقى للفكره بتاعت مشتن. ايش مشتي؟ ادي مشتي يريد، انا عايز. احنا قلنا مشتن ده اهو اخر تركايه، هيجي فعل معاه كمان بس هيكون في المصدر. دي التركايه بتاع الفعل مشتن، بمعنى الفعل مشتن بيسمى فعل مساعد او فعل ناقص. هو جه اهو متصرف مع الايش، صح. ايش مشتي، انا عايز. الفعل اللي هيجي التاني ده قال لك فعل في المصدر، احفظ التركايه ده عشان يسالك عليها برضه. مشتي لما يجي يبقى انت عايز فعل تاني في المصدر، يعني اخره ايه؟ ان، يبقى ابايتن. يبقى ايش مشتي والفعل في المصدر اهو هير ابايتن. زي المثال رقم 70 مشتست دو، ادي مشتست دو متصرف، يبقى مشتست ده محتاج فعل تاني، هيبقى متصرف؟ لا، ده هيبقى في المصدر، يبقى تورنن في المصدر، يعني اخره ايه؟ ام. يبقى انت عارف لما اجيب لك الفعل مشتن انت محتاج في نهايه الجمله فعل في المصدر. وده حته مهمه جدا، ممكن مش ممكن، ده غالبيا ممكن يجيب لك سؤال عليه في الامتحان، فعايزك تركز في الحتتين دول. تصريف مشتن، تصريف مشتن لانه تصريف خاص، والفكره بتاعت الفعل مشتن لو جه هنبقى عايزين فعل في المصدر، يعني اخره ايه؟ اي ان. حليت معاك يا بطل 70 سؤال، وزي ما قلت لك دول اهم 70 سؤال هتتعرض ليهم، يعني اهم 70 سؤال كده. لو انا كنت ضايع طول الترم اقعد لي يا باشا على ال 70 سؤال دول، فصصهم واقراهم وحل
وحل معايا تاني وتالت. خلاص يا بطل، حلينا مع بعض 70 سؤال في الجراماتيك. اوعدك اللي ان شاء الله لو ركزت فيهم مش هتلاقي امتحان هيجي لك الا لما تلاقي سؤال من الاسئله ديت، من ال70 سؤال دول، لانهم اهم 70 سؤال هتشوفهم في خلال الترم الثاني كله، او على مدار الترم الثاني كله، سواء في التقييمات او في امتحانات شهور انا مجمعهم لك هنا. فعايزك يعني من الاخر تبقى قاعد مصحصح معايا وانا بحل ال70 سؤال دول. عيدهم تاني مفيش مشكله، اقراهم تاني، حلهم تاني. لو بتحل بالقلم الرصاص ارجع حلهم لوحدك تاني. اهم 70 سؤال فين؟ في الجراماتيك. فانت مالكش حجه يا بطل انك تقفل اسئله الجراماتيك اللي هتجيلك في الامتحان. كده اول محاضره معانا في المعسكر خلصت النهارده، لان شرحنا جراماتيك المنهج كامل وحلينا عليه اهم 70 سؤال هيجولك على جزء الجراماتيك. ان شاء الله باذن الله المحاضره الثانيه من المعسكر هناخد المواقف، هناخد المحادثات. عندنا 5 أو 6 محادثات حاططهم لك في الملزمه، هنقراهم مع بعض ونفصصهم حته حته، عشان في طلاب كتير جدا عندهم مشكله في حته المحادثه. فان شاء الله باذن الله الحصه الجايه او المحاضره الجايه هنشوف مع بعض اهم 5 محادثات عندنا في المنهج، وهنحل محادثات، وكمان هنحل مع بعض قطع، ونعرف ازاي نكون الجمل في الالماني، عشان ده نوع من انواع الاسئله اللي الطلاب كتير جدا بتنقص فيها درجات كتير، لان ما بيكونوش عارفين يكونوا جمل او يحلوا محادثات. ان شاء الله يا بطل زي ما قلت لك، بكرر تاني، اول محاضره فوق في معسكر الانقاذ دي مهمه جدا جدا. طبعا المحاضره ده هتترفع على المنصه، وهتكون منها موجود لطلاب اليوتيوب يقدروا يشوفوه. بالنسبه لطلاب اليوتيوب اللي حابين يشتركوا معانا في المعسكر، هسيب لكم في الوصف او في الكومنتات الواتساب او لينك المنصه، تقدر حضرتك تنضم لمعسكر الانقاذ. وده اهم واحلى معسكر انقاذ هتشوف في حياتك، عشان مجمع لك فيها 4 أو 5 محاضرات، المنهج بحل امتحانات وزاره، بحل امتحانات شهريه. رايح ان شاء الله الامتحان وانت هتقفل الامتحان. اشوفكم ان شاء الله في محاضره جديده من معسكر الانقاذ، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.